ممكن تحدثنا على البطولة اللي ستقام في خلال شهر رمضان الكريم، البطولة الرمضانية لكرة اليد؟ البطولة هذه يشكر القائمين على هذه البطولة، على رأسهم الكابتن عبد المولى سعد، لإقامة بطولة الأولى لذكرى المرحوم عبد الستار سعد، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة. طبعا هذه البطولة راح تجمع أكبر لاعبين في محافظة بوخار للمشاركة في هذه البطولة، ويمكن تعد البطولة الأبرز والأكبر هذا السنة في شهر مبارك، في شهر رمضان المبارك الفضيل. فرصة سعيدة أنه نلتقي بمجموعة من اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد في هذه البطولة. ممكن تكلمنا عن تواجدك في هذه البطولة، هل كلاعب أو كمدرب؟ طبعا بعد 10 سنوات من غياب عن الملاعب راح أرجع كلاعب إن شاء الله عشان نثري في هذه البطولة المشاركة. البطولة هذه سوف تقام في أي أرض، أي ملعب؟ البطولة راح تقام إن شاء الله تاريخ 13 على ملعب مجمع عقد رياضي، تاريخ 13 إلى تاريخ 22، من ثم المباراة قبل النهائية والنهائية ستقام تاريخ 23 و 24 على مجمع السعادة. توقيت المباريات تحديده بالضبط؟ المباراة الأولى راح تكون الساعة 10، والمباراة الثانية راح تكون الساعة 11. وأنا أنصح إنه الجمهور إنه يحضروا هذه البطولة ويتابعوها، لأنه راح تجمع البطولة، راح تجمع اللاعبين الشباب واللاعبين الخبرة.